السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. انا برجعلكم بيوم جديد وفيديو جديد. بصراحة بقى يا جماعة، الفيديو ده اصلا بقاله معايا كتير، بس انا مكسلة كنت انزله، بس قلت النهارده خلاص بقى انا هنزله، بما ان انا بقالي كام يوم ما نزلتش فيديو معاكم، فقلت ايه انزله النهارده. اول حاجة بقى كده، حطيت مية بتغلي على النار وحطيت فيها فلفل اسود وورق لورا وحبايين. طبعا دي ايه معايا؟ دي فشة. كانت ماما بقى جايبه فشه، قالت لي اخواتي كان نفسهم في الاكله دي، فماما قالت لي خلاص تعالي نعملها. ودي كرشه ماما بقى بصراحه كانت منضفوها، بس انا كنت نايمه وماما ما صورتش. لو عايزين طريقه تنظيف الكرشه وسهله جدا هقولولي وانا هنزل لكم ان شاء الله. حطيت بقى كده الكرشه والفشه على النار واسيبهم بقى ايه ما يستووا مع بعض. وكنت بقى بصراحه عامله تسبيكه محشي، وقلبت بقى المحشي يعني زي تسبيكه المحشي بالظبط اللي احنا بنعملها دي، بس هنعمل من البمبار. في ناس بتعملها اللي هي ني في ني، اللي هي الطماطم متقطعه والبصل وقطع من الخلاط ومش عارفه ايه وكده. لا انا بصراحه ما بحبهاش خالص، بحس ان الرز فيها زي عامل زي كأن رز مسلوق. فانا بسبك عادي للمحشي اكنك هتحشي المحشي، بس بنحشي بمبار. اول حاجه بقى بص يا جماعه، طبعا بكون ماسكه البمبار منضفاه وبغسله بطحينه وملح وكده. ماشي، بتغسلوش باسمه ده خل، عشان الخل ممكن يخليه يخرم. انا بغسله بطحينه وملح وليمون. ماشي. بمسك بقى كده عند الفتحة واحط صابعين الكبار دول كده، وبقى وصابع التاني اروح مدخله فيه زي ما انتوا شايفين كده. في ناس ممكن بتفتحه كده، يعني بتفتحه تمسكه كده زي كأني ماسكه صباع البتنجان وتحط فيه. لا انا بص بعمل ازاي، شوفوا انا بوريكم. تبداي بقى كده تدخلي دي اسهل طريقه ومبتاخدش معاكي وقت. طبعا لايك وشير وكومنت حلو، وتقولي لي بتتابعيني منين، وتشرفيني كده في القناة بتاعتي، واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، وجودك كالعادة فوق راسي. ماشي. هنحشي بقى البومبار كده كله زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. ماشي. وهخلص بقى معايا كيلو، انا كنت هخلص بقى الكمية كلها ونرجع تاني. ماشي اهو. بصوا، لازم طبعا بتبططيه عشان خاطر ما يفرقعش من كتر اقول لكم النقطه دي. تبططي كده، خلي الرز فيه مبطط عشان خاطر ما جيش تحطيه في الميه يفرقع منك. حطيت بقى كده، حطيت ميه على النار، حطيت فيها ملح طبعا حسب الرغبه. انا حطيت بس ملح كتير عشان ايه ما بحبوش يبقى عادي، عشان طبعا لما بيغلي طبعا الصلصه بتنزل الميه والايه والحاجه اللي جوه الخلطه بتاعي بتبقى عدمه. وحطيت نص معلقه توم ورق لورا وحبهان وشويه ملح وقرفه. واسيبها بقى لغايه ما لازم يا جماعه الميه تكون بتغلي. وتمسكي، شوفوا بص انا ماسكاه ازاي، تمسكي من الطرف هنا المفتوح والطرف هنا المفتوح الناحيه التانية، وتحطيه الطرف والطرف وتحطيه عشان ما يفرقعش منك. في خطوات بسيطه جدا في البومبار، بس بيطلع معاكي مظبوط وما بيفرقعش. وانا والله العظيم يا جماعه عملت كيلو، والله ما فرقع منه ولا واحده. بصوا، تمسكي من الطرف المفتوح من هنا والطرف المفتوح من هنا بايدك وتروحي سقطاه. طبعا الميه ما كانت بتغلي، فاول ما تحطيه في الميه هيكش ويقفل على الرز، فايه مش هيفرقع. الله اكبر الله اعظم. ماشي. حط بقى الكميه دي كلها طبعا، ونيجي نغطي نوارب اللي اسمها دي الغطا، عشان برضك ما يفرقعش. برضك ممكن من كتر ما انت مغطيه الحله يعني قافله عليها خالص بيفرقع منك، اللي هو مش هياخد سوا. يعني كل دي خطوات تعمليها في البومبار، ان شاء الله مش هيفرقع منك ولا واحده وعلى ضمانتي. بصوا طبعا ما تمليش برضو الحله قوي عشان ما يفرقعش منك، تسيبي تعرفي تقلبي، مش تكتميه كده لا. بصوا هنا كان استوى، والله ما فرقع مني ولا واحده. جماعه كل الكلام ده اصلا بالليل، يعني انا كنت بالليل، وكان بكره يعني بكره ورايا حاجه كده هصوركم منها حته واوريها لكم. بصوا انا كنت رايحه اسمه ده عزال عمي، فانا يعني عملت الاكل بالليل وقعدت لغايه الصبح عملت الاكل وخلصته. ورحنا بقى اهو، كنت بصوركم الطريق. طبعا يا ربي كله نفسه كده يتجوز، ربنا ان شاء الله يصلح له حلو ويتجوز، وكله نفسه كده طبعا يا ربنا يديله. الطريق كان الطريق بعيد شويه يعني. خلاص بقى روحنا ورجعنا الحمد لله. الطريق كان حلو واليوم كان جميل جدا. روحنا بقى ونمنا وصحيت بقى.
بص بقول لكم عشان بقالنا بقى يوم ما شفناش بعض. كنت بقى اخواتي حمار بطاطس، بصراحه انا ما كنتش قادره، كنت تعبانه قوي قوي قوي. وكنت بقى الفشه طبعا كنت قطعتها، والكرشه حاطه في التلاجة، والبومبار برضو كان نفس الكلام حطه في التلاجة لغايه ما روحنا وجينا. ده بقى كده نحمر بقى البومبار. طبعا انتوا عارفين يعني مش هنحمر البومبار، نحمره طبعا في الزيت، واخواتي كان بيحمروا بطاطس. واحنا يا جماعه بنطلع البومبار الاول كده، وبعدين انا بقول لكم بص انا حاطه مونوكير، كنت اول مره اصور وانا حاطه مونوكير. آه بنحطه كده، بعد كده بقى بنقطعه كده زي على يعني 3 قطع، عشان ايه اي حد يعرف ياكله بسرعه ما ياخدش معاه وقت، يعني كان بيبقى سخن عشان الاطفال. بس فحمر بقى كده، وحمر البطاطس برضك عشان الاطفال بيحب ايه، اختي بيحب البطاطس وكده، واخواتي انا اصلا ماليش في البطاطس خالص، المحمره ما بحبهاش، ما بتيجيش معايا يا جماعه خالص، فانا ماليش فيها يعني. فقلت لهم بصوا اللي عايز يحمر بطاطس يقوم يحمر، انا مش هحمر. واختي عملت سلطه، بصراحه كنت يا جماعه اصلا انا كنت تعبانه قوي قوي. وكمان تاني يوم بعد يعني اليومين اللي احنا فيه التنجيد ده او العزال يعني، جيت تاني يوم كنت تعبانه قوي فعلا، كنتش قادره. فالمشوار بس هو عشان بعيد عن يعني مثلا قولي حوالي ساعة كده بالعربية، فالمشوار بس كان بعيد عليا، احنا يعني ساكنين في حتة وما ساكنين في حتة، بس الحمد لله روحنا واتبسطنا. هحمر بقى كل طبعا معانا كمية اللي هو الكيلو بومبار ده، فهياخد وقت شوية في التحمير. كنت بقى بصراحة بحمر، واختي تاخد من ورايا تقطع، عشان كلنا كنا جعانين اصلا، ونمنا وصحينا كنا ميتين من الجوع. وكمان ايه، اللهم صل على سيدنا محمد، احنا اصلا عمرنا ما اكلنا طبعا متاخر، إحنا طبعا اخرنا العشاء، كانت حوالي كانت الساعه داخله على 12، واحنا لسه ما اتغديناش اصلا، يعني كنا فطرنا ورحنا. جبت بقى حطيت معلقه سمنه كبيره، ماشي، شويه زيت صغننين، جبت معلقه توم عشان نشوح الفشه والكرشه، ماشي. هبدا كده بقى اشوح كده في التوم لغايه طبعا ما يطلع ريحته. في ناس يا جماعه بتقليها، بتحط الفشه والكرشه دي تقليها في الزيت، انا ما بحبهاش خالص خالص خالص، انا بحب اعملها بالطريقه دي، وجربيها وهتعجبك قوي قوي قوي، وهتقولي ان عمري ما كنت كلت بالطريقه الحلوه دي. وكمان لو انت بقى عايزه تزوديها طبعا حلاوه، تروحي يعني مخرط دقه توم ومع فلفل اخضر، يا لهوي بقى تحفه. بس انا بصراحه بقى كنا جعانين، كنا مش قادرين نعمل حاجه، فانا عملتها بتوم عادي، بس لو حطيتي توم فلفل اخضر معاها بيبقى تحفه. حطيت بقى كده الفشه والكرشه، وسايبه طبعا الممر بيتحمر، وهنحط هي الحاجتين مثلا نحطهم، حاجة غير كده لأ، هي دي بصوا تحفة. هفضل بقى كده اقلب فيها لغاية ما تسخن، وتحسي ان هي خدت كده ريحة التوم مع السمنة والملح وفلفل اسود، بتبقى تحفة. بس كده، بصوا حطيت شوية فلفل اسود وحطيت شوية ملح، بس تبقى تحفة تحفة تحفة، وهتعجبك. وجربي الطريقة ان شاء الله هتعجبك، وهتقولي لي بقى في التعليقات عجبتك ولا لا. بس هنغرف بقى الاكل، ولايك وشير وكومنت حلو للفيديو النهارده، ودينا بقى خلاص كده غرفنا الاكل، واشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد. هتوحشوني جدا جدا جدا، عايزه لايكات كتير جدا على الفيديو النهارده. مع السلامه.